بعد سنوات طويلة من الانتظار والنقاشات الحادة، أعلنت السلطات المغربية عن استعادة ملكية مصفاة لاسامير بشكل كامل ونهائي، وذلك بعد حكم دولي لصالح المملكة. هذا القرار يمثل انتصارا مهما في واحدة من أكثر القضايا تعقيدا التي شغلت الرأي العام المغربي على مدى السنوات الماضية. إذا أعجبكم هذا المحتوى فلا تبخلوا علينا بالإعجاب والتعاليق والمشاركة. مصفاة لاسامير، المنشأة الوحيدة لتكرير النفط في المغرب، ظلت رمزا للطموح الاقتصادي الوطني منذ تأسيسها، لكنها واجهت تحديات هائلة أدت إلى توقف نشاطها عام 2015 بسبب أزمة مالية وإدارية غير مسبوقة. هذا التوقف لم يكن مجرد أزمة تشغيل، بل تحول إلى قضية رأي عام وطني أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المغربي وخاصة سوق المحروقات. كانت المصفاة تمثل ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني، حيث مكنت المملكة من استيراد النفط الخام وتكريره محليا، ما خفف العبء المالي الناتج عن استيراد المشتقات النفطية الجاهزة. ومع توقف المصفاة وجد المغرب نفسه أمام واقع جديد يتسم بتقلبات أسعار المحروقات وارتفاعها بشكل كبير، مما أثقل كاهل المواطنين وأثر على مختلف القطاعات الاقتصادية. علاوة على ذلك، أدى غياب التكرير المحلي إلى تراجع استقلالية المغرب الطاقية وزيادة الاعتماد على الأسواق العالمية المتقلبة، ما فتح الباب لمطالب متكررة بإعادة تشغيل المصفاة باعتبارها عنصرا محوريا لتحقيق الأمن الطاقي وتثبيت الأسعار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد. إعادة تشغيل لاسامير اليوم ليس مجرد قرار اقتصادي، بل هو ضرورة وطنية تساهم في تقوية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة، مع تقليل التأثيرات السلبية لتقلبات الأسواق الدولية. في تطور مفاجئ، قضت غرفة التحكيم الدولية التابعة للبنك الدولي بعدم إلزام المغرب بدفع أي تعويضات للملياردير السعودي محمد العمودي، المالك السابق للمصفاة، والذي كان يطالب بتعويض يبلغ 3 مليارات دولار عن خسائره. هذا الحكم أنهى بشكل حاسم الجدل حول ملكية المصفاة. الآن وبعد استعادة الملكية، تدرس السلطات المغربية الخيارات المتاحة لإعادة تشغيل المصفاة. التشغيل الحكومي المباشر. إذا اختارت الحكومة إدارة المصفاة بنفسها فقد تواجه تحديات كبيرة. تجربة الشركات العمومية في المغرب مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء تشير إلى صعوبات في الإدارة بسبب البيروقراطية والفساد. الاستثمار الأجنبي. تلقت الحكومة المغربية عدة عروض من شركات دولية كبرى للاستثمار في المصفاة، ومن بين الدول المهتمة نجد السعودية، الإمارات، الهند وفرنسا. يعد هذا الخيار فرصة لجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية لتطوير المنشأة وضمان استمراريتها. تتمتع مصفاة لاسامير بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين طن سنويا، ما يكفي لتلبية 67% من احتياجات المغرب من المشتقات البترولية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك المصفاة قدرات تخزين تصل إلى 71 يوما من الاستهلاك الوطني، ما يعزز الأمن الطاقي للمملكة. تشير التقديرات إلى أن إعادة تشغيل المصفاة تتطلب استثمارا ماليا قدره 3 مليارات دولار، بينما يمكن أن تحقق أرباحا سنوية تصل إلى 800 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكثر المشاريع الواعدة اقتصاديا. إعادة تشغيل مصفاة لاسامير ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل هي قضية تمس حياة المغاربة اليومية. أسعار المحروقات التي كانت تشكل عبئا كبيرا على المواطنين قد تنخفض بشكل كبير إذا تم تشغيل المصفاة بكفاءة. رغم التفاؤل الكبير، تواجه الدولة المغربية تحديات عديدة في هذا الملف. الشفافية في اتخاذ القرار.
لضمان اختيار الخيار الأفضل بين التشغيل الحكومي أو البيع لمستثمر أجنبي، تجنب أخطاء الماضي مثل سوء الإدارة والإفراط في الاعتماد على الوظائف غير الضرورية، تحقيق الاستدامة من خلال تطوير المصفاة وجعلها قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا. عودة مصفاة لا سامير إلى ملكية المغرب تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على الواردات، ومع ذلك فإن نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل كبير على القرارات الاستراتيجية التي ستتخذها الحكومة في المرحلة المقبلة. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد حول القضايا الوطنية التي تهمكم. معا نبني مغرب المستقبل.